بيبتايد 176 191 من اشهر البيبتيدات المستخدمه في مجال بادي بيلدينج في حرق الدهون. الفيديو ده هتكلم فيه عن بيبتايد 176 191 وهيكون بدايه لسلسله فيديوهات هتكلم فيها عن الهرمونات وعن البيبتايد وعن السارم، وان شاء الله في كتاب خاص بيا هيبقى مرجع للناس في مجال الهرمونات هنزله قريب ان شاء الله. في الفيديو ده هنعرف ازاي تستخدم البيبتايد ده وطريقه عمله وايه هي اعراضه الجانبيه وهل هو امن ولا لا على الناس، وكمان هنعرف هو ليه اصلا اتسمى بالاسم ده. الفيديو ده انا هخليه بنظام اسئله واجوبه عشان يكون الشرح سهل وبسيط جدا بالنسبه لكم. اول سؤال، ايه هو بيبتايد 176 191؟ هو عباره عن جزء بنسميه فراجمنت ماخوذ من هرمون الجي اتش. اللي ما يعرفش ان هرمون الجي اتش مكون من 191 امينو اسيد او حمض اميني، فالباحثين لقوا ان الجزء من الاحماض الامينيه من 176 ل 191 ده مسؤول عن حرق الدهون، فقالوا ان هم هيقطعوا الجزء من 176 ل 191 عشان يستخدموه في حرق الدهون، وفي نفس الوقت يتجنبوا الاعراض الجانبيه لهرمون الجي اتش زي ان هو بيحفز الخلايا السرطانيه على النمو وبيكبر الخلايا كلها بشكل عام. فزي ما تقول كده ان هم اختاروا الجزء ده عشان يساعدك على حرق الدهون وفي نفس الوقت تتجنب الاعراض الجانبيه الخاصه بهرمون الجي اتش. طيب هل هو اسمه بوتايد ولا اسمه فراجمنت؟ هو في الاساس هو جزء من هرمون الجي اتش بيطلق عليه فراجمنت، ولكن هو عشان بروتين صغير ومعروف في السوق بانه بيبتايد. طريقه عمل بيبتايد 176 191 الطريقه بتاعته بتختلف عن هرمون الجي اتش. الجي اتش بشكل عام بيشتغل ان هو بيحفز هرمون الاي جي اف 1 اللي بدوره بيساعد على تكبير الخلايا وتضخيمها وبيساعد على زياده كثافه العظام، بالاضافه ان هو بيحسن الملمس بتاع الجلد، وكمان بيساعد على تاخير الشيخوخه وبيحط ميه جوه العضلات عشان يحسن الريكفري. البيبتايد 176 191 الجزء ده بس بيساعد على حرق الدهون. بيشتغل ازاي؟ ان هو بيحفز عمليه اسمها اللايبولايسيس اللي هي عمليه تكسير الدهون، وبيعطل عمليه اسمها اللايبوجينيسيس اللي هي عمليه تكوين الدهون، فهو بيساعد على تكسير الدهون وبيقلل من تكوين الدهون. كمان ليه دور ان هو بيعمل حاجه اسمها ابي ريجوليشن للبيتا 3 ريسبتور. يعني ايه ابي ريجوليشن؟ ابي ريجوليشن عن طريق او طريقتها ان هو بيزود عدد المستقبلات وحساسيه المستقبلات لعمل البيتا 3 ريسبتورز. طب البيتا 3 ريسبتورز دي بتساعد على ايه؟ البيتا 3 ريسبتور دي بتساعد على تكسير الدهون، فهو بيعمل لها اب ريجوليشن، يعني بيزود عدد مستقبلاتها وبيزود حساسيتها، فبيعمل ماجنيفيكيشن او تكبير لعمليه حرق الدهون. طيب هو ليه اصلا البيبتايد ده اتعمل؟ البيبتايد ده اتعمل عشان يتجنبوا الاعراض الجانبيه بتاعه هرمون الجي اتش لبعض الناس اللي عندها هيستوري او تاريخ وراثي بمشاكل زي اورام سرطانيه او كده، فعشان يتجنبوا المشاكل بتاعه هرمون الجي اتش عمل الجزء ده بس عشان يكون مختص لحرق الدهون فقط لا غير. طيب هل البيبتايد ده امن وهل مصرح به من هيئه الكشف عن الهرمونات والمنشطات؟ في الحقيقه علميا لم يثبت علميا ان البيبتايد ده امن بشكل عام، ولكن عمليا البيبتايد ده بيستخدم في الماركت من اكثر من 30 سنه واصبح استخدامه اكثر شيوعا في العشر سنوات الاخيره. فطبعا عمليا ما شفناش اي حد حصل له اي اعراض جانبيه من ارتفاع ضغط دم او مشاكل في الهرمونات اللي بتحصل من الهرمونات الخارجيه، فهو عمليا ملوش اي اعراض جانبيه. طيب هل مصرح به في استخدامه في هيئات الكشف عن الهرمونات والمنشطات؟ طبعا غير مسموح استخدامه من هيئات الكشف عن الهرمونات والمنشطات. طيب جرعات البيبتايد ده قد ايه واستخدمه مده قد ايه؟ جرعات البيبتايد ده بيستخدم بجرعه 250 مايكرو جرام ل 500 مايكرو جرام على حسب وضعك وعلى حسب المرحله اللي انت فيها. بيستخدم من مرتين لثلاث مرات في اليوم، طبعا بيتحقن تحت الجلد، ويفضل استخدامه لمده لا تزيد عن شهرين. طيب الاسئله الاكثر شيوعا، هل البيبتايد ده بيساعد على بناء العضلات؟ البيبتايد ده ملوش اي علاقه ببناء العضلات، قلت ان الفراجمنت اللي اتقطع ده خاص فقط بحرق الدهون. طيب هل ينفع البنات؟ عادي، انا بستخدمه مع بعض البنات في حرق الدهون وملوش اي اعراض جانبيه. يبقى هل لازم اعمل دايت معاه واتمرن؟ طبعا لازم، حتى لو بتستخدم هرمون او بيبتايد او سارم او وات ايفر الماده اللي انت بتستخدمها، مش هتعمل لك اي نتيجه الا لما تكون بتتدرب وعامل دايت. ممكن تعمل لك نتائج بسيطه جدا، ولكن طبعا بالنسبه لسعره هتكون نتائج غير مرضيه بالنسبه لك. الخلاصه ان البيبتايد ده هو جزء من هرمون الجي اتش. الباحثين قطعوا الجزء ده عشان يساعدك على حرق الدهون عشان تتجنب الاعراض الجانبيه الخاصه بهرمون الجي اتش. هل هو امن ولا لا؟ طبعا زي ما قلت ان البيبتايد ده علميا هو ما اثبتش ان هو غير امن، ولكن عمليا معظم الناس بتستخدمه بدون اي مشاكل. ولكن برضو لازم تتجنب استخدام او الافوره في اي ماده، لان انت ما تدركش الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل لك من الافراط في استخدامها. وطبعا فوق
وفوق كل ده اهم حاجه بالنسبه لنا هو الاكل والتمرين. لو عايزين نتكلم في البيبتايدز بشكل عام، اكتبوا لي في الكومنتات ايه عنوان الفيديو اللي حابين ان انا اتكلم فيه، واعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده.